السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. في أقل من 3 دقايق تعالوا نعمل الطاجن الرز طاجن الشعرية. الطاجن القمر ده، الطاجن اللي مفيش غنى عنه، خصوصا في رمضان. أول حاجة هبدأ بتحمير الشعرية. حطيت كده في الطاسة شوية من الزيت، وهبتدي أقلب فيها لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. الطاجن ده شايفين اللي خدت اللون الذهبي اهي، بقى لونها حلو. وزي ما انتم شايفين حطيت زيت تاني ورجعت حطيت كمية تانية من الشعرية علشان احمرها. ممكن تحمصوا الشعرية في الفرن، بس انا بفضلها يكون فيها زيت. الطاجن ده بيبقى دسم كده وجوسي وطعمه حلو قوي، فما تحرموهوش من الدسمة اللي بتبقى فيه. بعد كده جبت بصل ابيض. بصل ابيض كمان بيدي سكرة كده للطاجن بتاعي، وحطيت عليه فلفل اسود، وبدأت ان انا اديله يعني تشويحة كده في النار لحد ما خد لون شفاف. بعد كده نزلت عليه بجزرايه مبشورة، وبرده هخليها تاخد تشويحة كده لحد ما تنزل او تفقد المية اللي بتبقى جوه الخضار يعني عامة. وبعد كده هنزل بالفلفل الاخضر واديله هو كمان نفس التشويحه كده لحد ما يبتدي لونه يغير بسيط يعني مش كتير. بعد كده هنزل بالشعريه اللي انا حمرتها بكل كميه الشعريه. انا حمرت النهارده تقريبا كيس كامل من الشعريه. طبعا حمروا على قد ما تقدروا. بياخد نفس نسبه الميه او السائل اللي بياخدها الرز. مش بتفرق يعني الرز من الشعريه. وطبعا نقدر نعمل نفس الوصفة بالظبط بطاجن بلسان العصفور، ويبقى طاجن لسان عصفور. اهم حاجة في الطاجن ده بقى، بعدين طبعا حطيت الطماطم زي ما انتوا شفتوا، طماطم متقطعة كيوبس صغيرة كده. اهم حاجة في الوصفة دي اننا نحط شوربة. شوربة احلى كتير من المرقة. شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة اي حاجة بقوها. ولو مش كافية زي ما كانت مش كافية معايا، فانا زودت شوية من المية. وبعدين لما بيغلي الطاجن بتاعي، لما بيغلي ببتدي ان انا اهدي عليه النار واحط له الشياطه لحد ما يبقى مستوي زي الرز. شايفين الجمال، ومفلفل مش معجن، وجميل وطعمه جوسي، وبيبقى حلو قوي مع الاكلات الناشفه زي الفراخ المشويه، زي الحمام الكذاب، زي يعني ممكن بصوا تاكلوه مع حاجات كتير قوي قوي قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، شيروه واعملوا لايكات كتير. باي باي.